أكتر الأوقات اللي تحوش فيها همومك ومطالبك لربنا سبحانه وتعالى اللي شكلها مستحيلة كده ولا يقدر عليها إلا الله بعد العشاء، لحظات قيام الليل. حتى قال صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف إنسان بيقوم من فراشه علشان يصلي أو بيتوضى بالليل في الساعة عشان يصلي، فيقول رب العالمين إلى الملائكة انظروا إلى عبدي يعالج نفسه، يعني بيجاهد نفسه، انظروا إلى عبدي يعالج نفسه ثم يسألني فما سألني عبدي فهو له. نص أي دعوة بإذن الله بإذن الله في قيام الليل بإذن الله ربنا يستجيبها لك لو كان فيها خير ليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بقى يومكم كله رزق وسعاده وراحه بال. ربنا يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، كل اللي بتتمنوه. ربنا يرزقنا جميعا بالذريه الصالحه ويرزق كل مشتاق ويعوض علينا يا رب بكل حاجه بنتمناها، سواء بقى خلفه رزق عامه. يعني اي عوض من ربنا بيبقى جميل. الصبر يا بنات، دايما عايزه اقول لكم حاجه، صلوا على الرسول الاول. دايما اللي بتصبر دي بتلاقي حاجات كتيره حلوه قوي. اللي بتمر ايام وسنين بتبقى مره، بيبقى اخرتها فرج وصبر، بيبقى اخرتها حاجات حلوه. ربنا ساعتها بيكبر، يعني قلبنا بيكبر بينا كده، وبيحقق لنا كل اللي نفسنا فيه وبيدينا اكتر ما كنا بنتمنى. هقول لكم موضوع النهارده، بس تعالوا اقول لكم انا بعمل ايه علشان عايزاكم تجربوا النهارده الوصفه دي. انا بعمل رز بسمتي يا بنات، بس حلو قوي. بنزل بصلايه مبشوره في زيت وسمنه، بديها تقليبه، بنزل عليها بجزرايه كبيره مبشوره، وبعد كده بنزل عليها بقى فلفل الوان بقطعه معاكم اصفر واحمر. الفلفل الالوان في الرز البسمتي بصوا فظيع زي بتاع حضرموت عنتر والمطاعم الكبيره المشهوره. وانزلي كمان بالتوابل الصحيحه اللي هي ورق لورا وحبهان ومستكه وعود قرفه وواحده لومي وفص مستكه وكباب صيني والفلفل الاسود اللي هو الحصى. وشوحي بقى الرز البسمتي، طبعا انا كنت نقعها قبلها بربع ساعه. ده رز الوليمه يا بنات. وبنزل بقى بنص كيس التوابل اللي هي بتاعت الرز البسمتي او خلطه الكبسه، تمام، بس بزود كاري وكركم عشان يبقى اللون بتاعها حلو. وبعد كده بنزل بمكعب مرقه واديله تشويحه والميه المغليه. صلوا كتير يا بنات، صلوا صلوا بجد والله. قلبك وجعك. بصوا عايزه اقول لكم اكترنا كلنا مش بنبقى كلنا مبسوطين، فاهمين؟ مهما يكون معاكي ايه وعندك ايه، بس تلاقي حته كده في قلبك وجعاكي وحاجه كده عايزاها من ربنا. يعني مثلا معاكي فلوس نفسك تخلفي، معاكي فلوس عندك مرض، فاهميني؟ معاكي فلوس تلاقي عندك مشكلة في عيالك، فقيرة يبقى كل همك ان انت ازاي تبقي مبسوطة، فقيرة نفسك تاكلي اكلة حلوة، فقيرة بتبقى نفسك تجهزي بنتك، والمبسوطة اللي معاها تجهز بنتها بيبقى بنتها دي موجوعة او فيها مرض، او هي مش مبسوطة، ابنها مش محترم، بنتها مش محترمة، ما جالهاش ابن الحلال. تلاقي الفقيرة بنتها اتسطرت واتجوزت وهتتجوز، يعني يجيلها ابن الحلال بس مش معاها انها تجهزها. تفهمين الدنيا؟ ربنا ادانا كل واحدة خدت نصيبها، بس احنا كلنا عكس بعض، فاهميني؟ بصوا يا بنات، عايزاكم تعملوا الطحينه دي بطريقتي. بتنزلي بشويه طحينه، بتنزلي عليهم بمعلقتين خل وبتفكيهم بميه سخنه. بعد كده بتنزلي بزيت وليمون، طبعا الخل حطيناه في البدايه، وبتحطي كمون وكزبره وتوم باودر وبصل باودر. والثوم الباودر والبصل الباودر ده السر بتاع المطاعم اللي بيخلي معاكي اجمل طحينه ممكن تجربيها. وبتحطي شويه زيت وشويه شطه، بس كده يبقى توم باودر، بصل باودر، كمون، كزبره، ملح، ليمون وخل وزيت، تمام، على الطحينه وعلبه زبادي كامله. هعمل بقى معاكم السلطه دي، سلطه الحاتي يا بنات بتاعه المشويات. السلطه دي خطيره بجد. فتلاقي المبسوطه بنتها مثلا ما جالهاش عريس وهي معاها فلوس تجهزها وتجوزها، بس بنتها نصيبها مش حلو. والفقيره بيتقدم لها عرسان بس امها مش قادره تجوزها عشان مش معاها فلوس تجيب الجهاز. انتوا فاهميني؟ ممكن واحده معاها ملايين الدنيا بس مش قادرة تاكل، الدكتور منعها من الأكل علشان صحتها وكده. فاوعوا تحسدوا حد على حاجة،
البيوت دايما يا بنات هي عليها باب، البيوت دايما مقفولة عليها باب من بره. ما انتوا عارفين ايه اللي جوه الابواب دي؟ لا صح، ما تعرفوش. ما تعرفوش في ناس ممكن الباب ويظهروا قدامهم ان هم مبسوطين وفرحانين قوي، بس ناقصهم حاجات كتيرة قوي، بيعيطوا ليل ونهار لربنا. انتوا فاهميني؟ يعني مثلا انا بطلع اضحك معاكم وهزر معاكم، بس هتقولوا لي ايه اكتر حاجه وجعاكي يا غزل؟ اقول لكم ابني اللي مات رغم انه بيبي، يعني ما قعدش في الدنيا غير 10 ايام 8 ايام، بس حاجه وجعالي قلبي. بيجيلي اوقات كتير قوي ما بقدرش انام بالليل، بفضل اعيط. يعني بيجيلي ممكن ادخل في نوبه عياط كده ساعه وما يقدرش حد يوقفني. انتوا فاهميني؟ فموجعين. فما تدخليش حياة واحدة يعني تبصلها حتى لو انت شايفة عندها ايه. ممكن انت عندك صحتك كاملة، ممكن دي صحتها بايظة بس بتضحك قدامكم، راضية بقضاء ربنا بس موجوعة. انتوا فاهميني؟ ممكن بيتها كله عيالها محترمين وكده، بس الام مريضة او بنتها مريضة او عندها عيل ميت، ففرحتها مكسورة. فانتوا مثلا بتبصوا على شوية اكل ولا شوية فلوس، طب ما في حاجات تانية متاخدة. يعني ربنا موزع علينا، كل واحدة واخدة 24 قيراط بتوعها، بس متوزعة علينا. احنا عكس بعض كلنا. ومش يعني استحالة كده تلاقوا بني ادم واحد مش نفسه في حاجة، استحالة تلاقوا بني ادم واحد بس مش موجوع. انا بحس ان احنا الوجع ده بقى موضة، يعني بجد بحس ان كل واحدة، بالذات لما بتكلم معاكم في مواضيع وبقرا الكومنتات بتاعتكم، انا يعني كل واحدة جواها وجع، جواها وجع، كل واحدة فيها حاجة بتوجعها. فقربوا من ربنا، قربوا من ربنا. مش طبعا مش انا لا يعني مش حاجة في الدنيا عشان اقول لكم قربوا من ربنا، بس عارفين انا بقول لكم الكلمة دي ليه برضو؟ لما اتوجعت مثلا من حاجة، الحاجة دي يا بنات زي عملت لي بصوا، عملت لي صدمة، عملت لي زي حالة نفسية. حالة نفسية من ايه يا غزل؟ تعرضت لمشاكل فترة، عملت لي حالة نفسية ولحد دلوقتي انا في ناس معينة ما اقدرش اقرب منهم، ما بقدرش، لو شفتهم الدنيا ممكن تتخرب. عارفين يعني ايه بمعنى تتخرب؟ ما اقدرش حتى اتخيل ان انا ممكن اكلمه او اسمع صوتهم. شفتوا لدرجة ايه؟ عشان ما اطلعش من الكلام، ومن كتر ما مثلا قابلت حاجات في حياتي ووجعتني، اتظلمت فيها من سنين قريبة، انا قربت من ربنا. كنت موجوعة، كنت محتاجة له، لحد دلوقتي انا محتاجة ربنا، عشان زي ما بقول لكم في حاجات وجعاني، انا نفسي ربنا يشفيني ان هو ياخد لي حقي. بصوا يا بنات، البصلايه دي دعكتها بليمونه ودعكتها بخل وشطه وكمون وكزبره وليمونه كبيره بقى طبعا وسماق، وبتدعكي البصلايه دي كويس قوي، بتسيبها تتبل شويه، بعد كده تنزلي بيها على السلطه. وقطعت على السلطه بقدونس وجرجير، احلى سلطه ممكن تجربيها. فانا قربت من ربنا، ما لقيتش حد ممكن يجيب لي حق غيره، يعني ما لقيتش حد ممكن ينتقم لي. اصلا انا مش هروح مثلا هضرب او هشتم او لا، مفيش احلى ولا اجمل ولا اعظم من انتقام ربنا، وان ربنا يجبر بيك خاطرك. طب انت يا غزل ربنا ما استجابش دعائك؟ لا، ربنا استجاب دعائي. هقول لكم يا بنات انا عملت ايه. كان عندي فراخ في التلاجة، طلعت فرختين غسلتهم كويس قوي وتبلتهم وبعتهم للشوايه تشويهم، تمام، وعملت جنبهم رز بسمتي، وكان عندي شوربه لحمه اللي هي بتاعه الفته، كنت شايله كده طبق كبير على جنب، عملت بيه ملوخيه خضراء، وعملت سلطه الحاتي، وعملت سلطه طحينه، ورز بسمتي اهو زي بتاع حضرموت عنتر، والفراخ خليته يقطعها شيش 8 كده، يعني انا مظبطاها. وبصوا كان احلى غدا بصراحه. حبيت النهارده يكون الغدا خفيف، من ان انا مقفش كتير في المطبخ، بس جه كده على اخر لحظه قررت اعمل بعد الغدا المنين اللي هو بالعجوه يا بنات والملبن. هقول لكم برضو المقادير وارجع اكمل لكم كلامي. حطيت نص كوبايه ميه دافيه، عليها كوبايه الا ربع لبن، تمام، واحط عليها كيس خميره على الميه باللبن، واحط عليها معلقتين سكر وادوبهم واسيبها تخمر على جنب.
تمام. بتحطي لبن على ميه، كوبايه كبيره كده، نص كوبايه ميه وعليها مثلا كوبايه لبن، تحطي معلقتين سكر وعليها كيس خميره كامل وتسيبيها على جنب. وهنزل بكيلو دقيق، عليه كيس كامل بيكنج باودر، وعليه رشه ملح. تمام. ربنا جابلك حقك يا غزل. ربنا جابلي حقي، بس لسه الوجع اللي هم اذوني بيه ما وصلوش للحد اللي هم اذوني بيه نفسيا. بصوا يا بنات، نزلت على كمان الدقيق والملح والبيكنج باودر، معلقتين كبار سمسم. هنضرب بقى المكونات مع بعض. وفي الوقت ده كنت بقدح كده يعني تسيح السمنه، تسيح كوبايه سمنه قصادها كوبايه زيت، يعني كوبايه سمنه وكوبايه زيت. انا طبعا مستخدمه سمنه بلدي. اللهم صل على النبي. ده مقدار الكيلو منين يعني، كيلو سمنه وكيلو زيت، ننزل بيهم الاتنين مع بعض ونخلط المكونات كلها مع بعض. كل يوم بصلي، وكل يوم بدعي، وكل يوم بقرأ سورة ياسين لقضاء الحاجة. شايفين الخميرة ازاي اتفعلت وبقت حلوة. وبدعي ربنا. وانتوا كمان عايزة اي حاجة من ربنا قربي منه، ادعيله، صلي كتير، طولي، اسجدي، صلي بعد العشاء. انا دايما فيديوهاتي في البدايه ببقى عايزه اوصلك رساله، ببقى عايزه اتكلم معاكي، ببقى عايزه ان انا يكون ليا محتوى ان كنتوا تستفادوا مني اي حاجه. فاهمين؟ ان احنا نتعلم مع بعض. لما انتوا بتكتبوا لي على فكره كومنتات بتجارب انتوا مريتوا بيها، انا بستفاد حاجات على فكره. يعني في حاجات انتوا بتكتبوها لي ساعات، مشاكل عندكم انا ما بكونش واخده بالي منها، مبقاش عارفاها، فبتدوني فكرة في حاجة وبتكلم معاكم فيها وبرد عليكم. بصوا العجينة بقى، بصوا اللهم بارك، انا كده نزلت بالخليط كله، ما احتاجتش اي حاجة تانية، لبن ومية، وطبعا الزيت والسمنة دول سوائل. بصوا اللهم بارك، عاملة زي العجينة ملبن كده في ايدك. هسيبها يا بنات، يعني انا سبتها حوالي ساعة. بصوا بقى، انا جبت كيس تلاجة قصيته، رحت حاطه عليه حته من العجينه، ورحت حاطه فيها كيس تاني، ورحت فرداه بالنشابه، وعملت برضو الناحيه التانية دي نفس الحركه بالعجوه. وهنقلبهم على بعض ونلفهم رول، ونبدا بقى نزينهم مع بعض. ومعايا كمان ملبن، وهتشوفوا بقى وانا بتكلم انا بعملها ازاي. في حاجات انتوا ساعات بتكتبوها انا بتعلم منها والله، بعرف مشاكل تانية. يعني ممكن انا مثلا بواجه مشكلة معينة، غيري نفس المشكلة، انتوا فاهمين؟ بس كل واحدة جواها وجع. في واحدة ممكن تعيط ليل ونهار عشان نفسها ربنا يديها، في واحدة بتعيط ليل ونهار وتبقى خايفة مثلا جوزها يعرف واحدة عليها يتجوز عليها. انتوا فاهميني؟ احنا موجعين، احنا كلنا. هتلاقي ام فقدت ابنها، هتلاقي ام نفسها تبقى ام ونفسها تخلف، هتلاقي ام قاعدة في بيت عيلة نفسها تجيب صبيان علشان حماتها وسلايفها بيعايروها. انتوا فاهمين؟ هتلاقي اللي معاها ولاد دي فرحانة وبتتمنظر بيهم قدام الناس، بس قلبها موجوع من جوه، نفسها تكون تجيب بنت تطبطب عليها لما تكبر، تخدمها، تشيل عنها. خلوا بالكم، على قد ما الولاد نعمة، بس البنات احسن. وسامحني يا رب على الكلمة دي، ربنا يرزقني بالولاد والبنات، بس احسن في ايه؟ دايما البنت بتكون طيبة اكتر على مامتها، بتحس بيها اكتر على مامتها، هتدور وراكي انت كلتي ولا ما كلتيش، شربتي ولا ما شربتيش. الولد لما بيكبر بيبقى معاكي لمرحلة معينة، اول ما بيتجوز كل سنة وانت طيبة. انتوا فاهميني؟ ف اكتر حاجة فادتني الصلاة ودعائي لربنا. دايما ادعي ربنا، يا رب بعدني عن ولاد الحرام، يا رب بعدني عن الناس الوحشه. بصوا يا بنات، انا جبت السمسم خلطته بمعلقه عسل ابيض علشان انزل فيه المنين فيروح لازق فيه ما يقعش. انتوا فاهمين؟ الحركه دي حلوه قوي، ما بدهنوش ولا بيض ولا اي حاجه، هي بس كده. ولا دهنت الصاج زيت ولا سمنه، ودخلته الفرن. مش لما بياخد لون من تحت بفتح عليه الشوايه. تمام. اللهم صل على النبي. فنفسك في اي حاجه، محدش هيقدر يديكي اللي انت عايزاه غير لما تقربي من ربنا، غير لما تسجدي وتعيطي وتدعي من قلبك. ادعوني استجيب لكم. انتوا فاهميني؟ ربنا ممكن بيأخر لك دعوة، بس ما تعرفيش هو بيأخرها ليه، ممكن خير ليكي. زي الواحدة اللي بتقدم لها عريس ومثلا ما يحصلش نصيب، وتفضل تعيط 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 تعيط،
ويعدي سنين يجي لها عريس الدنيا كلها تتكلم عنه، وتيجي هي بينها وبين نفسها وتقول الحمد لله يا رب ان انت ما وفقتنيش في الجوازة دي، وان انت كتبت لي الاصلح، انت كتبت لي الاحسن، انت كتبت لي الاجمل. شفتي ربنا عمل ايه؟ انت بتجيلك دلوقتي تقولي ليه ده حصل، ليه ده كان شكله حلو، ليه ده كان معاه فلوس، وتلاقي ده ملبن بقى يا بنات. بس بقطعه كده حتت وبلفه زي ما انتوا شايفين، بعمل بالعجوه ولا بالملبن. عايزه اقول لكم طريه وطعمها وريحتها زي العسل. وتقولي ليه، وتبصي بعد سنتين لما تيجي تتجوزي تقولي ده انا كنت هتجوز، بصوا تروحي شاتمه لفظ كده، ما تعرفيش ربنا كان مخبيلك ايه. دي الحكمة برضو اللي اتعلمتها لما في حاجات كتيرة ربنا أخرها. أنا قعدت يا بنات 5 سنين مخطوبة، بس لما جيت اتجوزت أنا جات لي حاجات لما جوزي، يعني عشان أنا بحبه جدا، يعني جوزي ده أنا بحبه جدا. قعدنا 5 سنين مخطوبين، بس لما اتجوزنا أنا جات لي حاجات والله العظيم. يمكن اللي بتتجوز في 6 شهور، واللي هي مثلا كنت طبعا الواحدة لما تقعد 5 سنين اكيد بتعيط، طب هي هتوصل لحد فين، طب هي هتتم ولا لا، طب يعني هيسيبني ولا. عايزة اقول لكم ما اثرش معايا، جاب لي كل حاجة حلوة، عمل لي كل حاجة حلوة، عوضني عن كل حاجة مثلا شفتها في قبله. انتوا فاهميني؟ فعوض ربنا جميل. ربنا يرزقني ويرزقكم العوض الجميل. ادعولي دعوة حلوة، اكتبولي كومنتات حلوة، وشيروا الفيديو بتاعي لو بتحبوني. خلي القناة تكبر بيكم، انتوا اللي هتكبروا القناة بتاعتي طبعا لو ربنا رايد. شيروها لاصحابكم، جيرانكم، اخواتكم. خلونا كده نعمل حفلة حلوة ونتجمع كلنا ونفرح بقى فرحة كبيرة للقناة بتاعتي. بصوا انا كده طلعته من الفرن، اللهم بارك. شايفين شكله؟ بصوا زي بتاع الافران بالظبط. وعايزه اقول لكم جميل والله، ولونه حلو وريحته حلوه. عملت بالملبن والعجوه وشلتهم بقى في علب كده، قلت ممكن دول للفطار مع كوبايه شاي.